خير وارحبوا. اخباركم؟ سعودية اي حرام لا يقع نعت نعت حرام لا نشغل المسيرات، لا نشغل المسيرات. ما معابتكم انتم مروه الصبري هذا تقعوا رجال علي الحرام. انها اول مطلب، وحتى لو وافقت حكومة صنعاء على ايقاف الحرب معاكم ما نوافق. حرام لا نشغل المسيرات. احنا قد مع كل واحد في اليمن في الجباه حقه 2 طوائر مسيرات. عقلوا اجمعوا سلطات. مسيرات عندنا مسيرات مداربة في كل بيت. عقلوا الا المخالف ورسالتي الى المجلس السياسي والى من يتحاوروا في سلطنة عمان. حرام لو ما تتكلموا عليها ويكون اول مطلب لكم هذا. ما انتم رجال ولا نحتزم بكم ولا تمثلونا ولا تمثلوا اي يمني. ايش ذنبها؟ اللي ما يعرفش قصتها اشرح لكم قصتها. هي مرأة صدقت آل سعود وذهبت لتعتمر بدون محرم كقانون السعودية الجديد. فذهبت وصلت لقيت واحدة عسكرية سعودية بتمكنها. انتوا يا اليمنيين يخص عليكم قلقاقة من حقهم الرغاجة. قالت لها انتوا ذي دمرتونا وانتوا سبب الفتنة وسبب كل شيء. دافعت عن كرامتها كأي شخص لديه كرامة ولديه غيره. دافعت عن كرامتها قاموا حبسوها. وإذا ما وانت ذي بالشاهد إذا ما دافعتش عن كرامتك عاد الدعاس. وأرجو من جميع المشاهدين مشاركة الرابط لكي يصل الموضوع ترند ويصل إلى كل من يهمه الأمر. الموضوع ما هو شيء بالموضوع الذي تخايوا به إنه سهل. هذا موضوع أخت وأم وعرض كل يمني شريف.